دكتور مكور، شكرا للأخ والناصر المبدع مصطفى الشيمي. لما الكلام ينكتب يلزم له مين يقراه؟ لما الكلام ينكتب يلزم له مين يقراه؟ واما الجمال بيسود مفروض نقول الله، ونحل بينا التعب من الصحبة يا محلاه، ونزاد علينا الألم بالغصب تيجي الآه. ويمر الوقت سريعا في رحاب الشعر الجميل ومع الكلمة الشاعرة ومع شاعر يسير بخطوه الواثق مع الطائر الجريح محمد علي أحمد. لما ريشة قلب ترفض رسم نبضك في الضلوع، يبقى سر الرفض عندك، يبقى عندك سل دموع. فوق خدود روحي اللي قادت بكل حب ليك الشموع. انت جاية تلومي ليه؟ قلبي حبك واسأليه، قلبي صان عهده معاكي واشتراكي حتى وانت بتألميه. بعتيه لا صمتي عهدك ولا هواه، لا وفيتي وعدك ولا عشت معاه. حطمت بايدك كل مشاعره، سلبتي حقه في الحياة. بعد ده كله جاية تلومي، جاية تعدي ما تصحي وقومي. فوق من وهمك قلبي ما هدش حلم بناه. ولا لا يا حبيبتي لا، لو قلبي ما فيش سواه وبغيره مليكي حياة، انا قلبي اتحرر منك ولغيرك بقى مسواه. تعالي نضمد جرح المشاعر، نمضي سويا لوأد الخلاف. كفانا عنادا وعيشا كئيبا بقدر السنين الطوال العجاف. فليس نبيلا رضانا سويا بقتل المشاعر بسم الجفاف. تعالي لنذكر نبضا رقيقا منذ التقينا هاما وطاف. بقلبي كلينا وضم شعورا أقر بصدق قرب ائتلاف. وغرس زهورا فاحت عطورا وناجى كلينا بألا نخاف. مهما جرحنا ومهما ذبحنا كنحر النعام وجد الخراف. يوما سيقوى ونقوى ونأتي نضمد جرحا ونجني القطاف. تعالي نعود فآن الأوان لرأد التصدع لوأد الخلاف. تعالي نعيد الحياة السعيدة، تعالي لنعلن يوم الزفاف. تعالي لنطوي الصفحة العنيدة، تعالي نحدث لون الغلاف. بعد ما سمعنا الصور الجميل